السلام عليكم يا أحلى متابعين. تعالوا نصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ونشوف النهاردة أسماء وتجربتي بنفسي جايبالنا النهاردة حاجات جميلة جدا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قدوم شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم أمين يا رب العالمين. وعنا على صيامه وقيامه. وتعالوا نشوف كل الحاجات الجميلة، كل ما يخص المطبخ، كل حاجة انتوا عايزينها. وهقول لكم كمان على عنوان المحل فيه حاجات جميلة جدا، خلاطات، كل حاجة تخطر على بالكم. واللي كمان ما يخطرش على بالكم هتلاقوه ان شاء الله في المحل. احنا هنا موجودين في الإسماعيلية، مدينة المستقبل. وهنشوف في نهاية الفيديو اسم المحل ايه. بس خليكم مركزين معانا في كل الحاجات الجميلة. والكوبايات مكتوبة عليها رمضان كريم، وكمان الشفاشق، كل حاجة ليها سعر. وطبعا الخامات بتختلف، علشان كده الأسعار بتختلف معانا. فكل الرسومات بتاعة رمضان الجميلة. دي كمان شفاشق بس الخامة بتاعتها أعلى شوية. كل حاجة إن شاء الله محتاجينها في المطبخ، تجددوا في المطبخ، عايزين تغيروا، عايزين كل ما يخص المطبخ إن شاء الله هتلاقوه. ودي مفارش ممكن نفرشها في النيش أو في الدولاب تحت الملابس أو حتى على الترابيزات. فكل حاجة إن شاء الله هنلاقيها. ودي كمان الباسكت بتاع سلة المهملات، وكمان سبت الغسيل، والحاجات الجميلة كلها طبعا طقم على بعضه. ودي مفارش نفرشها على أرفف التلاجة. أيوة أهو، غلاف داخلي للثلاجة. والصواني اللي انتوا عايزينها الميلامين، وفي صواني تانية وصواني مكتوب عليها رمضان كريم. وطبعا في انواع من الصواني التانية مش بس الميلامين. فما شاء الله انواع جميلة جدا وشيقة جدا. ودي كمان شفشق بالكوبايات بتاعته بالصينية. فكل حاجة ان شاء الله هتلاقوها. ودي طبعا حافظة هنحطها على الغطا بتاع البوتاجاز علشان نحميه من الزيوت. وكل ما يخص المطبخ والحاجات الجميلة والشياكة. وكمان الكوبايات ومرسوم عليها بوجو وطمطم. فكل حاجة طبعا فيها روح رمضان، حاجات شكلها شيك جدا. والكوبايات طبعا أعلى خامة، كل الأشكال الكوبايات اللي احنا عايزينها. ودي كمان فوط المطبخ معانا بكل أشكالها وألوانها الجميلة المبهجة. وطبعا النوع التاني نوع قطيفة. أيوة، دي الفوط بتاعة المطبخ، شكلها شيك جدا وجميلة جدا. العروسة، كل عروسة بتجهز تيجي ادي طقم الكوبايات، تيجي المحل هنا وما شاء الله هتلاقي كل حاجة احنا او هي عايزاها. ودي طبعا الصبانة، ومعانا البرادات بتاعت الشاي، ودي الصبانة بتاعت الصابون، والمعالق والصواني. فاحنا كل حاجة عروستنا الحلوة اللي بتجهز نفسها هتلاقي كل حاجة هي عايزاها في المحل. وادي كمان اللهلوبة معانا بالجردل بتاعها، كل حاجة اي طقم احنا عايزينه. ده طبعا الهون، عايزين حلل، عايزين طباق، عايزين كوبايات، عايزين معالق. كل حاجة احنا ان شاء الله لازمانا في المطبخ هنلاقيها. ايوه، ده القمع بتاع الحلويات والمصفى معانا. كل حاجة احنا ان شاء الله عروستنا الحلوة اللي بتجهز هتلاقي كل حاجة هي عايزاه في المحل بإذن الله. والخامات اللي احنا عايزينها، ودي طبعا مريالة المطبخ. فكل حاجة احنا عايزينها هنلاقيها. طبعا الأسعار مختلفة علشان الخامات معانا مختلفة. ادي الصواني بقى الأشكال التانية. ودي ترابيزة كام دور معانا، ادي 1 2 3 4
وادي العجل بتاعها يعني الرجلين بتاعتها. ودي طبعا منظم بتاع التلاجة، نحط فيها خضار، نحط فيها فاكهة ايا كان بكل اشكالها وبكل الوانها. ودي طبعا معانا المنظم بتاع الطرح، وده الهون اكيد طبعا بيكون موجود في كل بيت. ودي المشابك بتاعة الغسيل، وادي المعالق، معالق كبيرة وصغيرة، وكمان الشوك معانا كبيرة وكمان صغيرة. ادي شايفين ادي دي الشوك، ودي المعالق الصغيرة. كل دستة فيها 12 معلقة. وده الشيش طاووق اللي احنا بنستخدمه معانا في المطبخ. فكل حاجة طبعا احنا هنستخدمها في المطبخ هنلاقيها في المحل بإذن الله. وده طبعا المقوار اللي احنا بنقور بيه الكوسة او الفلفل او البتنجان ايا كان. ودي معانا سكاكين صغيرة وسكاكين كمان كبيرة بكل اشكالها والوانها. ولو وصلت لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة، ويا رب كده كل اللي يشترك في القناة ربنا يرزقه بحج بيت الله الحرام. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. فكل حاجة طبعا لازمانة في المطبخ ان شاء الله هتلاقوها، وكل عروسة بتجهز نفسها كل حاجة ان شاء الله هتلاقيها. ده معانا قالب الكيك، فان شاء الله كل حاجة عايزينها هتلاقوها معانا في سنتر اولاد العدوي او سنتر العدوي. هنا معانا في محافظة الاسماعيلية مدينة المستقبل، هتلاقوها ان شاء الله كده في اول المدينة. دي معانا المنظم بتاع المعالق، وكمان معانا المصفى الستانلس، ايوه اللي هي دي. ولو عايزين كمان مصفى البلاستيك هتلاقوها، والميلامين بكل اشكاله والوانه واحجامه. يلا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. وده معانا المنظم بتاع التسريحة، نحط فيه كل الادوات اللي احنا حاطينها على التسريحة. وده كمان معانا منظم المعالق، وطبعا دي الحلل بتاعت التلاجة. فكل حاجة ان شاء الله عايزينها هنلاقيها في المحل سنتر اولاد العدوي او سنتر العدوي. وان شاء الله هتلاقي فيه خصومات جميلة جدا بمناسبة شهر رمضان. وكل سنة وانتم طيبين مع سنتر العدوي. نشوفكم على خير، مع السلامة.